ما تيجوا بينا نشوف الفتة الجميلة دي. بس النهاردة بقى مش هنعمل فتة اللحمة، لا احنا هنعمل فتة تانية خالص بطعم جميل، واكيد عارفين ايه هي الفتة دي. ومش عايزة اقول لكم على طعم الفراخ، حاجة كده وهم من الاخر. تعالوا بينا الاول اقول لكم انا عملت ايه بالظبط، وازاي كانت الطاجن ده اتنسف. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه طبعا انا غسلت الفراخ بتاعتي وحطيتها تتصفى. كنت بحضر بقى التتبيله، هي عباره عن كوبايه زبادي كبيره، وطبعا المقدار ده على قد كيلو من الفراخ البانيه. وحطيت كوبايه الزبادي الكبيره، وما عندكيش زبادي ممكن تحطي كوبايه لبن. وبعد كده بتبشري طماطمتين، طبعا الطماطم دي بتديها تسكيره كده حلوه. وخلي بالكم كمان الطماطم بتمنع الزفارة. وبعد كده نزلت بمعلقة من الثوم، ومعلقتين من الخل، ومعلقتين من الزيت. يعني طبعا المقادير دي بتدي، كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي. حطي بقى ليمونتين تلاتة، يعني يكونوا كده مليانين كده العصير المية بتاعته، لان المزازة بتبقى حلوة قوي في الفراخ. وكمان هي دي اللي بتميز طعم الفراخ الشاورما السوري. خلي بالك بس من البذر، وعشان كده انا بصفيه اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هنزل بمعلقه من دي كاتشب، وده مستردة. وطبعا زي ما قلت لكم كل الحاجه اللي عندك بتدي نكهه. معلقه صغيره بقى من الملح لغايه لما ادوقها واشوف هيبقى طعمها ايه. حطيت معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان نص معلقه من القرنفل الباودر. على فكره القرنفل ده اساسي. ودوت الكركم. وحطيت بابريكا. وحطيت كمان سماق وكاري، يعني كركم وكاري وسماق. وحطيت كزبرة وجنزبيل. دوت حطيت معلقة صغيرة من البصل الباودر، كنت ناسياه فقلت احط معلقة كمان. وتقلبي كل الخلطة دي. وطبعا زي ما قلت لكم بتدوقيها وبتشوفيها، اهم حاجة ما يكونش يعني دلع عشان الفراخ تبقى طعمها حلو. حطيت معلقة تاني صغيرة من الملح. وكوني بقى حطيتي الفراخ بتاعتك، عايزة تقطعيها شرايح براحتك، عايزة تسيبيها سليمة وبعد كده تقطعيها بعد ما بتسويها براحتك. معلش انا قطعت الحتة ديت، انا تبلتها وحطيتها في التلاجة من بالليل. الفيديو كده تكملته تاني يوم. تاني يوم بقى عشان اعمل الرز بتاعي، جبت معلقه من السمنه على حبه زيت. وحطيت بصلايه، انا بحط دايما البصل مفروم في الفريزر بينفعني بصراحه. بكون مستعجله، حطيت بصلايه كده يا دوبك قلبتها تقلبتين مش عايزاها تحمر. وحطيت جزرايه كبيره بشراها. هنزل بقى بورق اللورا والحبهان ومرق الدجاج والقرنفل وعود القرفة وكمان اللومي والكزبرة. دول طبعا احنا عارفين بحط الكزبرة حبة على فكرة. وكل ده بتشوحيه وبيدي طعم حلو قوي. بكون انا نقع الرز قبلها بنص ساعة عشان ما بياخدش سوا كتير. بغسله كويس جدا لغايه لما بيفتح الميه بتاعته، واسيبه كمان نص ساعه. وتفضلي تشوحي مع البهارات ديت عشان تدي النكهه حلو مع الرز. وبعد كده بتكوني غاليه ميه بقى، وبتروحي صبه الميه. انا حطيت هنا بودره الزعفران عشان تديها الاصفرار اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا المنظر عامل ازاي. وبعد كده بتغلي ميه، وبتنزلي بقى كل كوبايه رز عليها كوبايه ونص من الميه. وبس، وبتقلبي كويس وتشوفي طعم الملح بتاعك تظبطيه يبقى طعمه كويس. وبعد كده تغطيه وتسيبيه بقى ايه عايش حياته لغاية لما يستوي كويس كده. بكون انا بقى خلاص سبت الرز مغطية عليه. الفراخ اللي انا نقعاها قبلها بيوم هطلعها. وطبعا انا هنا عشان عملتها في الخلطة زي ما هي. ورحت عاملاها شوحتها الاول في معلقة من الزيت، ما كترتش. وبعد ما خلصتها خالص ورحت بقى مقطعاها رفيع جدا، شرايح رفيعة. بص يا دوبك نقطة زيت بس يعني، ما تكتريش. وتفضلي لغاية لما تحمر لغاية آخر وقت. بصوا المنظر كده. وبعد كده بقى بتقطعيه بعد ما تبرد شوية كده، تقطعيها شرايح رفيعة. كان الرز بقى استوى بتاعك. بص المنظر ومفلفل في منتهى الجمال. ومش عايزة اقول لكم على الريحة، حاجة كده من الآخر. بجيب عندك عيش، اي عيش شامي عندك او العيش الصاج بتقطعيه وقطع صغيره ومعلقه زيت وحطيه في الفرن. بيتحمص معاكي. كنت انا عملت التوميه، يعني ما اشتريناش حاجه من بره، كل حاجه عملناها، والتوميه ما فيش اسهل منها.
وبعد كده حطيت بقى طبقة العيش وحطيت عليها التومية وقلبتها في بعض عشان تاخد طعم التومية. وطبعا لما تيجي تنزلي بقى بالرز بتنزلي عليه على العيش وهو سخن جدا علشان يشرب العيش من الرز ويطرى. بصوا هتفضلي بقى تحطي لغاية لما تغطي الكفر كله بالرز بتاعك. على فكرة الأكلة دي ممكن تعمليها لما يكون عندك عزومة مع الأكل، تبقى شكلها شيك كده وحلوة على السفرة بتاعتك، وبتنفع بصراحة. وبصراحة حاجة جميلة جدا والريحة وحاجة في منتهى الجمال، وبتعملي كتير بترمي غير لما بتشتري من بره والحاجة بتبقى مكلفة جامد جدا. وبقيت بقى التومية حطيت حبة على الوش قبل ما احط الفراخ، والباقي بحطه طبعا بقدمه مع على جنب. اللي عايز يزود تومية بيزود براحته. وطبعا الفراخ والطاجن طلع كبير شوية. وبعد كده رحت بقى فردة اهو الفراخ زي ما انتوا شايفين بعد ما قطعتها. مش عايزة اقول لكم ريحة الفراخ كانت رهيبة وطعمها كان حلو ومزز كده. ومش عايزة اقول لكم بقى الطاجن ده ما قعدش، يعني حاجة كده من الاخر. لازم تجربيه واعمليه، واديكي شفتي الطريقة بالظبط. وانا عارفة ان بعد ما هتعمليه على طول. لو عجبك الفيديو متنسينيش في لايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد. يا رب يكون اكلتي عجبتك النهاردة.